السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مهاب ثورات مع وليد حسين. معاناة جديدة النهاردة برضك بنتكلم فيها عن كاوتش الكبارين. قلنا يا جماعة لازم تختار كاوتش الكوبلين الصح، وتختار الشحم الصح، والتقفيل الصح زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بصوا يا جماعة، والله تعبنا من كتر الكلام، تعبنا من كتر الكلام. الكوبلين بتاع العربية دي طبعا كان مربوط من هنا بكليب بلاستيك، والكاوتشة كانت ناطرة من مكانها، والكوبلين بسبب قلة الشحم ريج كوبلين الداخلي. ودي المعاناة اللي احنا بتقابلنا على طول في الكبارن. وطبعا انا بنصحكم، ومش بقول لك تعالى قفل عندي ولا تعالى اعمل عندي، لا انا بقول لك نصيحة: لو حد بيقفل لك بكوليه بلاستيك بلاش. ويا جماعة في ناس بتحل فتيس، ولما بتيجي تحل الفتيس بتاع العربية بتنطر الايه الكوليه الاصلي. زي ما انتم شايفين ده الكوليه الاصلي اهو، الراكب التاني اهو، والكاوتش سليم ما فيهاش مشكلة اهو. بص بقى، ده الكوبلين اهو. بصوا يا جماعه الكوبلين، كوبلين مرايك خالص. طبعا هو مش واضح قوي جدا في الفيديو، ولكن يعني انا بقول لك معلومه، وانت حابب تستفاد منها خير وبركه، مش حابب براحتك، بس انت اللي هتتضرر في الاول وفي الاخر اهو. كاوتشه وحشه. برضك اوريكم الراجل جايب كاوتشه عامله ازاي ونوعها عامل ازاي. ودي نوع الكاوتشه يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي مش معروف مصدرها ايه ولا معموله فين. وده من ضمن الحاجات اللي احنا بنعاني منها، قطع الغيار. والزبون طبعا هو اللي جايب، فانا لو انا بقول للزبون دي مش كويسه، في زبون ما بيسمعش كلامي وبيقول لك اللي انت عايز تجيب من عندك او تبيع من عندك، ف لا ركب لي دي. فطبعا عشان احنا ما بنخشش، ما نحبش نخش في جدال، فانا بركب الكاوتش. الكاوتش دي بالذات ممكن تقعد 10 ايام 15 يوم الكاوتش تقطع من مكانها. فنصيحه: لما تيجي تجيب كاوتش هات كاوتش محترم. عندك كاوتشات كتير جدا، عندك الشيماكو، وعندك الحرب، وعندك دي يا جماعه الكاوتشه اللي صاحب العربيه جايبها. ودي برضك من ضمن المعاناه اللي بتقابلنا، اللي انت صاحب العربيه بيجيب قطعه، فلو انت قلت له القطعه دي وحشه بيفتكر ان انت عايز تركب له قطعه من عندك في اي حاجه. انا هوريكم والله دلوقتي عربيه اوبترا، وخليكم معايا دلوقتي في الفيديو اهو. عربيه الاوبترا دي، بعد اذنك كده، بعد اذنك وريني كده العربيه دي معلش. دي برضك من ضمن المعاناه اللي احنا بتقابلنا. بصوا يا جماعه، ده تيش ميزان جديد اهو. بصوا يا جماعه تيش الميزان، بصوا السن ايه، السن متاكل، والميزان نفسه ما كانش ايه، ما كانش مربوط بايه، بصامولتين. ادي صاموله ايه، وادي الصاموله الثانيه اهو، صامولتين. دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها قطعه الغيار. لما تيجي تجيب قطعه غيار لازم تخلي بالك من قطعه الغيار اللي انت هتجيبها، علشان انت دلوقتي، انا دلوقتي زبون جايب تشم زنجو ده دوم. معلش يا هندسه قرب معلش. تشيل الميزان دول انت جايبهم بقالك قد ايه؟ اسبوعين. علي صوتك معلش، قرب كده. كملوش اسبوعين. ما كمليش اسبوعين. بصوا يا جماعه تيش الميزان، السن متاكل. التيش الميزان ده لما جه حليناه كان مربوط في ايه، صامولتين فوق بعض، صح كده؟ بصوا يا جماعه، ده معاناه بنقابلها في قطع الغيار. فلما اجي اقول مثلا لصاحب عربيه القطعه دي انت جايبها مش حلوه، ما بيصدقنيش، بيفتكر ان انت عايزك تركب له قطعه غيار من عنده. وده يا جماعه تيش الميزان التاني اللي هو الجنب الشمال. بصوا بقى، وادي البارات الجديده اللي لسه ما كملتش اسبوعين. والله يا جماعه الباره، بص الباره قفشه، مش يعني انا بحركها بكل قوتي عشان تتحرك من مكانها. دي قطع غيار اللي احنا بنعاني منها، وبنقول للزبون ما تجيبش قطع غيار انت مش عارف مصدرها. هنا بقى كاوتشه هنرجع تاني لكاوتشه الايه، كاوتشه الكوبلين. كاوتشه الكوبلين قلنا علشان تقدر تقفل كوبلين صح ويعيش معاك لمده طويله، لازم لا كاوتشه نضيفه، شحم نضيف، تقفيل نضيف كويس. لما اجي انا بقى اركب كاوتش الكوبلين، عندي انواع كتير. عندي مثلا، عندي جاز تايواني، وعندي شوماكو ماليزي، وعندي حرب صيني. عندي 3 انواع في السوق تقدر تجيبهم ومش بتكلفه كبيره. يعني الكاوتش مش هتبقى غاليه قوي، يعني الكاوتش مش هتعدي معاك الايه، ال 200 جنيه. وفي نفس الوقت بتيجي بشحمها بكليهاتها بحاجتها، مش هتحتاج اي حاجه
كل حاجه هتبقى متوفره. انت ممكن بس لو انت الشحم قليل هتجيب علبه شحم، او انت حابب انت تشحم بشحم انضف. انا بشتغل مثلا بشحم اماراتي اهو، قلت لكم قبل كده كتير جدا عن الشحم اللي انا بشتغل بيه. الشحم الاماراتي ده، الاماراتي ده شحم كويس. درجه الحراره وريتها لكم قبل كده من 20 اهو ل 140، من 20 ل 100، ل 140. وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده هتنسى الكوبل لفتره اطول وهترتاح. هات قطعه كويسه هتنسى الكوبلين خالص ومش هتفكر تتغير. شكرا لكم في قناه مواد سيارات مع وليد حسين. زي ما انتم شايفين بفضل الله ده التقفيل الصح والمظبوط. كاوتشه، بص الكاوتشه 70 صوتها، كاوتشه ناشفه، كاوتشه محترمه. بصوا المؤاخذه في كاوتشات تيجي تدوس عليها كده تحس ان هي عامله زي اللبانه. كاوتشه طريه ومرنه قوي، مسافه ما العربيه تسخن. بصوا يا جماعه انا يعني اوصف لكم حاجه، افهمكم الكاوتشه دي ايه اللي بيخليها تتقطع بسرعه. اول حاجه لازم لما تيجي تقفل الكوليه من فوق او من تحت تفرغ الهواء، الهواء اللي في الكاوتشه. ليه؟ لان مع الدوران الكوبلين ده، الكاوتش ده الهواء ده بيتمدد مع السخونيه بيتمدد، فطبعا بيعبي جوه الكاوتش هواء، عشان بتبقى الكاوتشه محكومه مربوطه من هنا ومربوطه من هنا. فالكاوتشه ايه اللي بيحصل لو الكاوتشه ضعيفه معاك؟ تضرب على طول، ما تكملش يومين ثلاثه وتضرب، ما تكملش يومين ثلاثه وتضرب. ده الفرق ما بين الكاوتشه المظبوطه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا يا جماعه، اسمع، دي كاوتشه مظبوطه، كاوتشه يعني محمله كاوتش، ولكن كاوتشه محمله وكاوتشه محترمه. ده الفرق ما بين ان انت تقفل بالطريقه الصح. يعني انا كان عندي كوبلين من شويه بتاع عربيه ماتريكس، والله الكوبلين الخارجي متقفل من غير طيره يا جماعه، والله الكوبلين الخارجي متقفل، والراجل جاي لنا من المنيا علشان يعمل شويه شغل، والكوبلين والله لو كان ماشي بيها يومين ثلاثه كان الكوبلين خرج من مكانه. فنصيحه، التقفيل الصح، التقفيل المظبوط، الكاوتش الصح، الشحم الصح، هترتاح وهتنسى الكوبلين خالص. شكرا لكم في قناه مواد سيارات مع وليد حسين.